فيلم ليل وقضبان واحد من كلاسيكيات السينما المصرية اللي محفورة في قلب كل محب للفن. الفيلم اتعرض سنة 1973 وجمع بين الدراما والرومانسية بطريقة بتكشف تناقضات الحياة داخل السجون المصرية تحت أنظمة قمعية وظلمة في الأربعينات. القصة بتدور حوالين علاقة حب غير متوقعة بتتولد وسط واقع قاسي، وده بيخلي الحب وسيلة احتجاج ضد النظام الاجتماعي والسياسي في الوقت ده. الفيلم اتعمل في فترة كانت البلد فيها بتعدي بأزمات سياسية واجتماعية بعد أزمة 1967، وده أثر على طريقة تقديم موضوعات الفيلم زي السلطة والقمع والظلم الاجتماعي. الخلفية التاريخية دي خلت ليل وقضبان يكون رمز للتحدي والتمرد على الظلم. الفيلم بيصور واقع السجون المصرية بوحشية، مدير السجن بيتعامل مع المساجين وكأنه ما عندهمش قيمة، وده بيعكس النظام القمعي اللي بيكسر روح الإنسان. الفيلم بيحكي عن العلاقة اللي بتنشأ بين السجين أحمد وزوجة مدير السجن، بتكون شكل من أشكال الاحتجاج ضد الظلم. الحب ده بيختلط مع الألم والمرارة وكأنه شعلة أمل في وسط عتمة القهر. الفيلم مش بس دراما إنسانية، ده كمان بيحمل رسائل نقدية عن الفساد واستغلال السلطة في المؤسسات، وبيوضح ازاي النظام بيستخدم العنف والإكراه عشان يسكت أي صوت متمرد. الدور الكبير لسميرة بيقدمه الفنانة سميرة أحمد. الشخصية دي بتمثل الست اللي تعبت من الحياة ومحتاجة دفء إنساني وسط القسوة اللي حواليها. محمود ياسين قام بدور السجين أحمد، واللي بيمثل البراءة والظلم في آن واحد، وبيظهر صموده في مواجهة العنف المتعسف. الفنان محمود مرسي قدم دور مدير السجن اللي بيمارس العقوبة القاسية وبيتحكم في مصير المساجين من غير رحمة. السول شلقامي أدى دوره توفيق الدقن، بيوضح جوانب الفساد والتعسف في النظام، وبيكون ذراع لمدير السجن في تنفيذ أوامره القاسية. الفيلم ضم نخبة من الممثلين زي مجدي وهبة ومحمد السبع وغيرهم، واللي ساعدوا في رسم صورة كاملة للواقع القاسي في السجون. ففيلم ليل وقضبان مش مجرد فيلم درامي، ده مرآة بتعكس معاني الصراع والتمرد والبحث عن إنسانية وسط نظام قاسي وظالم. المخرج أشرف فهمي قدر بفضل سيناريو محكم وأداء مميز من نخبة نجوم السينما المصرية إنه يخلق عمل خالد لسه بيفكر بالتحديات والظلم اللي بيمر بيه الناس، وبيوصل رسالة قوية عن إن الحب ممكن يكون وسيلة للتمرد على القمع. تعالوا نشوف قصة الفيلم، بس قبل ما نشوف قصة الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة يا صديقي. في الأربعينات هنشوف أحد السجون وسجين بيحاول يهرب، لكن الكلاب ما تسيبوش وتنهش في لحمه قبل ما يقدر يهرب. بعدها اللواء توفيق بيوصل له الخبر وبيتنرفز. كل المساجين بيشوفوا السجين اللي حاول يهرب والكلاب اللي عملت فيه ايه. اللواء بيديلهم درس وبيشدد عليهم ويدي تعليمات، وبنشوف الصول شلقامي اللي دراعه اليمين. بعدها بيروح توفيق البيت وبيحكي لمراته سميرة عن اللي حصل وازاي الكلاب قدرت تنقذ الموقف. بعد العشاء سميرة بتحاول تهرب منه في البيت، لكن بيجبرها على العلاقة. بعد كده بنشوف المساجين شغالين بالصخرة في الجبل تحت أشعة الشمس الحارقة. الصول شلقامي بيطلع غلبه في المساجين بعد ما نقلوا مأمور الإصلاح والتأهيل. الضابط فؤاد بيعترض على قسوة شلقامي مع المساجين عشان هو بيفتري عليهم، وبيضرب السجين أحمد، ولكن أحمد بيرد عليه وبيضربه. فيعجب بيه الضابط توفيق، لكنه يقرر يجلده قدام المساجين عشان يكون عبرة. بعد كده بنشوف المساجين بيتحلفوا للصول شلقامي بعد اللي حصل. مساعد الوزير بيجتمع مع اللواء توفيق وبيشكره على شغله. فجأة الكهرباء بتقطع عند سميرة في بيت اللواء، وبيحتاج كهربائي ما يلاقيش غير أحمد فارس مهندس الخانة، فيبعته يصلحها. الصول اللي معاه بيحاول يضربه لكنها بتوبخه وبتطرده. سميرة يتكلم مع أحمد وهو يحكي لها إنه اتحط في الموقف ده ظلم بسبب الطار
وان ما قتلش، لكن العيلة لبسته التهمة وتعطف عليه وتديله علبة سجاير والمساجين يفرحوا بيها. بعد كده في موقف مضحك، احد المساجين بيحاول يقلد الشاويش ويدخن السجاير بس الكل بيخاف. بعدين اللي هو توفيق بيتخانق مع مراته سميرة لانها عايزة تسافر القاهرة عند اختها، لكنه بيعترض على سفرها، تشتكي له من العزلة وانها عايشة لوحدها. وبعدين بدأت تعجب بأحمد فارس. فجأة الكهرباء بتقطع تاني واحمد بيروح لها عشان يصلحها، لكنه بيكتشف ان السلك اتشال خالص. بعد كده بتعمل سميرة معاه حوار وتسأله انت بقالك كام سنة في السجن؟ فيرد 5 سنين. تقول له وانا بقالي 10 سنين في السجن ده. وبعدين يظهر ان احمد بدأ يعجب بيها كمان. بعدها بنشوف المساجين في الجبل بيشتغلوا بالصخرة، والصول شلقامي بيفتري على العساكر، لكن عبد الحميد ما يسكتلوش ويضربه. اللي هو توفيق يشوفه ويضربه بالنار فيموت السجين، والمساجين يتحلفوا للشلقامي تاني. توفيق يشدد عليهم الشغل اكتر من الاول. احمد فارس يرجع لسميرة ويحكي لها اللي حصل، وهي تشتكي له من الوحدة ويعطف عليها بحنانه. بعد كده المساكين بيتكلموا عن احمد فارس اللي بيروح عند سميرة يصلح الكهرباء وبيعترضوا على كده. احمد بيشجعهم على الهروب. فجأة الاستاذ صبري المحامي بيزور احمد فارس ويقول له ان المتهم الرئيسي اعترف بكل حاجة وان كلها شهر وهتخرج. وبعدين بنشوف توفيق بيعترض على ان مراته سميرة تنزل مصر لكنها بتصر. فجأة الكهرباء بتقطع والصول الشلقامي بيشك ان في حاجة في المرة ديت يبعت مع احمد مسجونين 2 يراقبوه. بعد كده احمد بيروح لسميرة بعد ما الكهرباء قطعت ويقول لها انه هيخرج بعد شهر. فجأة الشاويش يشوفهم مع بعض في وضع مخل ويبلغ الصول شلقامي. ده كان مستني الغلطة ديت من زمان عشان يوقع اللواء توفيق. في الوقت نفسه توفيق بيترقى والشلقامي بيبارك له وهو زعلان لانه ممكن يسيبهم. الشلقامي يوصل توفيق عند حسنين ويتم نقله. وبعدها بنشوفه في حفلة معزوم فيها الباشا اللي بيهتم بيه توفيق جدا. بعد كده الضابط فؤاد مش راضي عن اللي بيحصل من نفاق المجتمع، بيحاول يلمح لتوفيق ان حسنين مش عاوز يتنقل، لكنه في الاخر يعرف بالعلاقة بين احمد وسميرة وبيقول له على كل حاجة. توفيق يرجع البيت ومراته تطلب الطلاق، لكنه يأجل الموضوع وينتظر مكالمة مهمة. فجأة الكهرباء تقطع عند سميرة تاني. بعد كده الصول الشلقامي واقف عند التليفون مستني الكهرباء تقطع. توفيق واقف على اعصابه. اخيرا الكهرباء بتقطع لكنه بيبعت مسجون تاني غير احمد وسميرة ترفضه، فيبعت لها احمد غصب عنه. توفيق يراقبه وبيشوف الفضيحة بنفسه. كان عايز يضربه بالنار لكن الصول الشلقامي منعه. بعدها الشلقامي يعمل كمين لاحمد عشان يثبت انه هرب، لكن الضابط فؤاد يرد عليه انه هيخرج قريب ومستحيل يهرب. بعد كده الضابط توفيق يواجه سميرة، عيونه مليانة غضب وشك، وهي تنهار وتعترف له بكل حاجة، تحكي له ازاي كانت محبوسة 10 سنين ظلم. في نفس اللحظة يعرف ان احمد بيحاول يهرب. سميرة ترفض تصدق، مستحيل، فضله اسبوع ويخرج. لكن توفيق ما يرحمش، يؤمر رجالته وسرعان ما تتعالى نباح الكلاب وسط الليل. صرخات احمد تملأ المكان قبل ما يسود الصمت. الشلقامي يدخل بسرعة بصوت مخنوق خلصوا عليه الكلاب. سميرة تحس ان روحها بتطلع، تنهار وتصرخ قتلوه المجرمين. الضابط توفيق يفضل ساكت يبصلها نظرة طويلة كأنها حكم اخير، ويخلص الفيلم على كده.